اللهم صل على محمد وآل محمد. منتديات الشيخ عبد الحميد المهاجر. لهم ونقول أنه موقفنا في عائشة ثابت من الأول، لا نرضى أن يطعن أحد في عرض عائشة أبدا، ما نرضى، ما يقبل علماءنا، جمهور علماءنا ما يقبلون. إذا واحد شاذ يتحمل مسؤوليته، يمثل نفسه ما يمثل المذهب، لكن هم يريدون لا، يقولون كلكم تكلمتم. إذا تكلم ياسر حبيب على عائشة كل الشيعة، من أين أخذ تمثيل كل المذهب ياسر حبيب حتى تحملون المذهب كلامه؟ تريدون تحاكمونه، حاكمونه. ثم ما حكم من يسب عندكم؟ ما حكم من يسب؟ ابن تيمية، ابن باز، كلهم يقولون اللي يسب الله عز وجل، اللي يسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وآله، يقولون هذا يكفر ويستتاب. والله لو أقرأ لكم أنه بلكت الله يهديه، هذا ابن باز ابن عثيمين يقول لي يطلب منه التوبة، يعني إذا تاب خلاص تاب الله عليه وانتهى الأمر. طيب اللي يسب الله ورسوله ويتوب تقبل توبته، وهذا يسب عائشة لازم طائفته تباد كلها؟ ما هذا الكلام. وتجد أنواع التناقضات. هؤلاء كأنهم هم شجعان، هم الذين هربوا من صدام وتبرؤوا من الكويت ومن وطن الكويت. هؤلاء قسم آخر منهم اللي هربوا لما صارت المعركة مع الحوثيين وبجبل الرميح وجبل الدخان، وهربوا ويقولوا الحوثيين عندهم سحر. واحد منهم يقول سلفي أبو لحية يقول تنين سووا لي سحر تنين الحوثيين وجاء التنين ليأكلني. واحد يقول حية تأكلني. هؤلاء القتال يتكلمون على قتال، نعم هم على السب والبذاءة. شوف كتبت شيئا مما يقول نماذج لشتائمهم. اللهم عليك بالروافض، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم جمد الدماء في عروق مرجعياتهم وأئمتهم وعلمائهم، اللهم سلط عليهم الغلاء والبلاء والوباء، جمد الدماء في ظهورهم وبطونهم، سلط عليهم السرطان، اللهم ايتم أولادهم، طهر أرضنا منهم، انصرنا عليهم، شتت عظامهم، هدد أركانهم. اللهم إنهم تطاولوا على كتابك. ليش تطاولوا على كتابك؟ قالوا آيات أكلة الصخلة، منكرين البسملة إلى الآن مثلكم. إنهم تطاولوا على الأصحاب. ليش تطاولوا على الأصحاب؟ قالوا الصحابة اللي يشهد فيهم أهل البيت نقبل، اللي يسكت عنهم نسكت، اللي يرفضونهم نرفض. ثم ماذا؟ تطاولوا على أمهات المؤمنين. هم الذين تطاولوا على أمهات المؤمنين. نحن موقفنا في عائشة ثابت، نقول لا نقبل أن تمس في عرضها، لا نقبل السب والشتم. نعم النقد، ننتقد. أنا عندي كتاب فيه 50 إشكال على عائشة، جاوبوا علميا. ننتقد عائشة وننتقد الصحابة، وما نرى أنه يحرم نقد الصحابة، بل يجب بحثهم بحث علمي على الموازين الشرعية. أما أنه تعال قلد ماذا قالوا في الصحابة، ماذا قال فلان وفلان في الصحابة، وقلد هذا الكتاب من الجلد إلى الجلد كله صح وفيه تناقضات، ما نقبله. بعد اللهم دمرهم تدميرا، اللهم اقطع نسلهم، اللهم طهر منهم الأرض، اللهم عليك بالروافض يا ربي أدعوك. ويبكي أنه كيف ننام ونأكل ونرتاح ومحمد يهان في بلادنا؟ من أهان رسول الله؟ أبدا. من الذي انتقص منه؟ ابن تيمية أحد علماء مصر مسجل عنده كتاب أخطاء، يعني طعون ابن تيمية في النبي وأهل بيته 96 طعنا، مصري كاتبها. من اللي أهان رسول الله وطعن به؟ أنتم. بعدين هذه الحالة أيها الإخوة الأعزاء، هذه الحالة لابد أن عقلاء الحكومة الكويتية يعالجوها. إلى متى هؤلاء بهذا التهريج وتهديد بالقتل وما شابه ذلك؟ سمعت أن ياسر الحبيب مشتكي على عدة مشايخ وهابيين هددوه بالقتل ولن يمنعون إلى كل أوروبا إن شاء الله يدخلون. هذا الكلام الفارغ اللي تبيعوه هنا
ما يشتروا منكم، المنطقيين ما يشترون هذا الكلام منكم. عندك كلام علمي تعال، إذا هذا سب هذا يمثل نفسه. أما أنه المذهب كله هو الذي ارتكب سب عائشة أو الطعن بعائشة، عندنا نقد علمي نعم، رأينا في عائشة ثابت وما تغير، ونقول لهؤلاء اعقلوا خير لكم. ونقول لإخواننا السنة يا إخواننا يا أتباع المذاهب، مشكلتنا مع هؤلاء الوهابيين والله إن غيرتهم كاذبة على عائشة. إمامهم الألباني يقول يجوز أن تزني عائشة، ممكن، ويجوزون الزنا على نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هم الذين يطعنون في عائشة بأنواع من الطعون. بعدين على سب عائشة، أين أنتم عن قضية القرآن؟ نسوا قضية إحراق القرآن ولا تكلموا فيها. نسوا قضية فلسطين والمفاوضات اللي تركيع الفلسطينيين وتصفية قضية فلسطين، نسوها. نسوا قضايا العالم الإسلامي، صار قضيتهم أنه يريدون إبادة الشيعة، إبادة الشيعة في الكويت في العراق وأنتم كم عددكم؟ وأين شجاعتكم؟ أنتم لن تستطيعوا. الشيعة كانوا قبل الوهابيين ويبقوا بعد الوهابيين، اطمئنوا. وهذا التخبط منكم يقصر عمركم، ولذلك نحن ننصحكم أن تعقلوا أنه قلنا لهم من الأول ونقول لهم ونجدد، هؤلاء أطفال. كل مشايخ القنوات اللي مفتوحة في القاهرة، كل هؤلاء حفلة سلفيين الكويت تابعين لهذا المفتي في السعودية ولهيئة مشايخهم. نقول لمفتيهم وهيئة مشايخهم أمامكم طريقان، إذا أردتم أن تتفاهموا معنا على حفظ رموزنا ورموزكم نحن حاضرين، لكن أول ألسنتكم الصليطة البذيئة تكفوها، لازم تكفوها عن الإمام المهدي سلام الله عليه الذي تسبونه، عن أبو طالب كبير الصحابة ناصر رسول الله صلى الله عليه وآله، أب النبي وأمة، تكفروهم تجعلوهم في جهنم. هذا ليس إهانة، هذا ليس طعنا. عبد المطلب، أبو طالب، وعلماء الشيعة، كل طائفة الشيعة تتهمون الشيعة بأعراضهم، تتهموهم، تدعون إلى إبادتهم، تفتون بكفرهم. أول أنتم إذا أردتم التفاهم معنا على التعايش نحن حاضرون، وإذا لا ما تريدون التفاهم تريدون المناظرة نحن أيضا حاضرون لكن بأصول مناظرة. أما التهريج تهربون من المناظرة، يهربون من مفتيهم إلى علمائهم، يهربون. يجيبوا لك واحد شتام مستأجر تعال ناظرة، هذا لا يفقه إلا الشتم. تعالوا أنتم إما أن تعقدوا جلسات مع علماء الشيعة للتفاهم على حفظ الرموز والتعايش حتى بإعلامكم، وإما تريدون مناظرات طبيعية متكافئة، نحن حاضرون لمناظرات. إخواني